كان الشيخ عبد الإله السالم الصباح حاكم الكويت. ولد عام 1895 في الكويت. بدأ تعليمه في المدارس التقليدية قبل الانتقال للدراسة الحديثة. أسهم الشيخ عبد الإله في تحديث الكويت بعد توليه الحكم في عام 1950. شهدت الكويت العديد من التطورات خلال فترة حكمه. في عام 1961 حصلت الكويت على استقلالها بقيادة الشيخ عبد الإله. أصبح نظام الحكومة في الكويت أكثر تنظيماً في عهده. تعاون مع الدول الأخرى لبناء علاقات دبلوماسية قوية. ساعد في تأسيس جامعة الكويت لتعزيز التعليم في البلاد. دعم مشاريع البنية التحتية لتحديث الكويت. كان له دور كبير في تطوير القطاع الصحي في الكويت. عرف الشيخ عبد الإله بحكمته وقيادته الحكيمة. توفي عام 1965 ليترك وراءه إرثاً كبيراً للكويت. يعتبر الشيخ عبد الإله مؤسس دولة الكويت الحديثة. استمر تأثيره في حياة الشعب الكويتي حتى اليوم. تكرم ذكرى الشيخ عبد الإله السالم في الكويت سنوياً. شكلت قيادته بصمة فريدة في تاريخ الكويت.